السلام عليكم يا شباب، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده علشان في كلام ما ينفعش يتاجل ولا يتاخر، وفي نفس الوقت للاسف يعني ما عندناش وقت ان احنا نصور، فخلينا اتكلم معاكم كده في كام حاجه، نقطه مهمه جدا لازم انتوا واخدين بالكم منها في حين ان انتوا لما تسافروا ان شاء الله. انا عارف ان في ناس كتير جدا مش عارفه تسافر، ولكن زي ما قلت لكم هو في فرص سفر جايه ان شاء الله في 2025 و 2026. 2025 عشان كاس العالم للانديه بتاع اللي فيها هيلعب النادي الاهلي، فممكن تاخد تذكره وتطلع بيه تتفرج في امريكا ان شاء الله، انه هيكون في امريكا. وكذلك كاس العالم هيكون في 2026 وهيكون برضه في امريكا، وهو معمول يعني ما بين امريكا والمكسيك وكندا، علشان اللي عايز يعدي يعدي، وده اسهل حاجه في الدنيا ان انت تعدي من كندا او المكسيك لامريكا يعني. ولكن لازم تبقى في حاجات كتيره جدا عارفها قبل ما تاخد خطوه زي دي، لان الموضوع مش بالبساطه دي، ان في ناس بتتسوح وفي ناس ما بتعرفش تخش وفي قصص كتيره جدا. ولكن اللي اقدر يعني ان انا اقدر ابيت عليه ان كندا اسهل كمان في الحدود لما بتبقى في كندا وعايز تيجي امريكا يعني. اطلع على نياجرا فولز وعدي وخلاص انت دخلت امريكا. المهم يعني عشان ما حددش قوي، ولكن في حاجات كتيره جدا هتكلم فيها معاكم النهارده، وهي اهمها ان علشان دايما بيتكلموا الفتره دي على موضوع ان هم عايزين يلغوا اللجوء، وبشويه ريسيرشز كده وسكاوتنج عرفت ان هم مش على طول مش بيتكلموا عليها. لا، هو كل سنه غالبا بيطلعوا يتكلموا عليها بالطريقه دي، اللي هو لا احنا لازم نقفلها، لا مش عارف ايه، ولكن ما بيهتموش بالموضوع وفي الاخر الموضوع بيتقفل. ولكن انا جاي اقول لك لو فعلا موضوع اللجوء اتقفل وخلاص ما بقاش ان في حد ينفع يخش امريكا يعمل فيها لجوء، لو في واحد بيتفرج على فيديو ما يعرفش يعني ايه لجوء، فاللجوء ده يعني اي حد جه من اي حته في العالم كله دخل جوه امريكا ممكن يقدم على لجوء. اللجوء ده ان هو انا عايز اقعد عندكم في البلد دي، انا في عندي مشكله وعايز اقعد في البلد دي، فبيتقدم وبياخد الجنسيه والكلام ده كله، بيبقى امريكي من الاخر يعني. طيب لو الحاجه دي اتقفلت فعلا، يعني هم قرروا ان هي اتقفلت خلاص، 340 مليون نسمه في البلد، فاحنا خلاص قررنا نقفل الموضوع. ايه نيجي بقى ولا خلاص ملهاش لازمه بقى الفلوس هتدفع في الفيزا والكلام ده كله؟ بص، انا جاي اقول لك ان حرفيا اللي جه وسافر وجرب واشتغل هيعرف ان سنه في امريكا شغل وبهدله ممكن تعادل مثلا، مش عايز اكون مبالغ، ولكن 5-6 سنين من شغلك في بلدك، ويمكن اكتر بكتير كمان، يعني 5-6 سنين ولا لا يعني مش 5-6 سنين. ممكن احسب لك حسبه بسيطه جدا كده، وهي ان نسبه الفرد دلوقتي مثلا بقت 16 في نيويورك سيتي، ده المينيمم ويجز، او اقل راتب ممكن تاخده في الساعه هو $16. طيب في ناس تاخد اقل من كده، في ناس تاخد اقل من كده، بس في ناس تاخد اكتر من كده، برضه في ناس تاخد اكتر من كده، بس ده انا بقول لك ده دلوقتي المينيمم يعني. ولكن الناس اللي بتاخد اقل من كده ممكن بتاخد كاش مثلا، لسه شغلانه جديده بتاع وهكذا. طيب دول بيعملوا كام؟ احسب بقى انت، شوف الدولار في بلدك انت بكام دلوقتي، واحسب لو واحد مثلا شغال اسبوع، قول مثلا شغال 6 ايام، او قول شغال 5 ايام وعنده يومين اجازه، وشغال مثلا في اليوم 10 12 11 ساعه مثلا، احسبها بقى 11 في عدد الايام اللي هم مثلا 5، وبعد ما يطلع لك الرقم بتاع الساعات ده اضربه في 16، وده المينيمم ويج، ودي الفلوس اللي هو بياخدها في الاسبوع. حلو، دي الفلوس اللي بياخدها في الاسبوع شغل في امريكا. حلو، اضرب السعر ده بقى في سعر الدولار في بلدك، هتلاقي رقم مهول كده. الرقم المهول ده بياخده في الاسبوع، اضربه بقى في 4 علشان ياخده في الشهر. ف بس ده اللي انا يعني ايه جاي اوضحه لك. فتخيل بقى اضربه بقى في السنه بقى، واضرب اعرف بقى ودخل كام في السنه، طلع يا عم شويه فلوس عشان الايجار والكلام ده، طلع يا عم يعني طلع اسبوع من 3 اسابيع، يعني اضربه في 3، ما تضربوش في 4 عشان تطلع مصاريف. لو انا بقول مثلا ايه دايما اللي بيصرف مثلا 1000 1100 ولا حاجه في الشهر، يعني ايجار بقى على اكل على شرب على فسح بتاع كده يعني. فهتعرف ان فعلا اسبوع يعني سنه ممكن تضرب في 5-6 سنين، او يمكن اكتر كمان في شغل في بلدك. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل واحد ليه عقل. انا حتى لو الموضوع اتقفل عمري ما هبطل اقول للناس تيجي وتلحق شويه شغل وتلحق تعمل حاجه لنفسها في البلد دي، ايا كان شغل دراسه، علشان تقعد في البلد. وكذلك لو موضوع اللجوء اتقفل، فبرضه انا مش هغير كلامي في ان انت لازم تيجي تلحق نفسك، وان بدل اللجوء تدور على حد تتجوزه مثلا، برضه من خلالها تعمل ورق. ففكره ان اللجوء يتقفل دي مش هتمنع حد ان هو يجي، بس هيبقى اصعب شويه، لان انا دايما بقول ان اللجوء ده اسهل طريقه، لان هو ما بينك وما بين محامي والدوله والموضوع خلص. المحامي بيبقى شاطر، كنت حاطط لكم محامي في الفيديوهات اللي قبل دي ورقمه، قلت لكم هو ما بياخدش فلوس نستفسر منه.
اعرف منه، وانا برشحه دايما، ما عندوش حاله رفض واحده بس ما شاء الله يعني. ف جو اهيد كانت جميله جدا، ولكن ده هيستمر محدش عارف. طب لو اللجوء اتقفل، هل ما تجيش؟ هل ما تعملش جواز؟ هل ما تحاولش في استثمار؟ او ما تحاولش من ناحيه الدراسه؟ الكلام ده لا، الكلام ده انا ما ارجحوش. انا ارجح انك تيجي برضه وتحاول وتعافر. ليه؟ اللي زي ما قلت لك كل واحد ليه عقل. طيب لا قدر الله انت مش حابب بقى الطرق دي كلها، كنت حابب اللجوء وما بقتش حابه، او عشان اتقفل يعني، ففي حاجات كتيره جدا انا مش حاببها بقى الباقيه. طب هل اجي برضه واستمر في الموضوع ده؟ بص، كل واحد في اللحظه دي عنده عقل. في واحد ممكن يقول لك ايه، انا هاجي هدرس سنتين، اخد شهاده مثلا من هنا ولا حاجه، واطلع على اي بلد عربيه، ان بالشهاده الامريكيه دي باخد مرتب اعلى. او ان انا اجي اسعى في دراسه هنا برضو، واخد برضو كورس كويس ومحترم وشهادات، وارجع على بلدي اشتغل في شركه مثلا انترناشونال، او شركه كويسه بتدي راتب كويس، وهكذا. ففي ناس بتفكر كده. في ناس تانية تفكر ازاي، انا هاجي هنا هقعد مثلا كام سنه من غير ولا ورق ولا اي حاجه، وده مش معناه ان انت هتتمسك بالكلام ده. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها انا ماشي في الشارع هترحل، مفيش الكلام ده نهائيا نهائيا، الا لو عملت كريمنال او فيدرال كريمنال، مشكله يعني، مشكله كبيره يعني. فساعتها تترحل. لكن لو طول ما انت عايش عادي جدا، شغال في اي مكان عادي جدا، وبتاخد فلوسك وبتروح وعايش سالم كده غانم، مفيش اي مشاكل، وعمرك ما هتترحل. حتى لو كان في خناقه وضربته والكلام ده عادي، ما عندهمش اي مشاكل. انت بتعمل ايه هنا غير المشكله نفسها؟ ف في واحد زي ما قلت لك بيفكر يجي يشتغل مثلا 5 سنين، او 4 سنين، او 3 سنين، يعمل في حاجه لنفسه، يطور نفسه مثلا دراسيا، ياخد له شهاده، او يشتغل ويعمل فلوس كتير، ويرجع تاني لبلده. فده مش معناه ان الغربه انا مقفول عليا وانا لا. اللي اختار ان هو يعيش كل ده، يمكن هو ده اللي ندمان. يمكن انت ما تعرفش حاجه، والله العظيم ما تعرف اي حاجه. ولكن اللي ربنا اختاره لك صدقني دايما هو الحلو وهو الصح. يعني ربنا اللي مقدر لك هو ده اللي هيكون دايما افضل حاجه ليك يعني. ولو علمت الغيب لاخترت من الواقع. فلو يعني في حاجه كنت انت اخترت اللي انت فيه دلوقتي. فانا زي ما بقول لك، حتى لو الحاجه زي كده طلعت لا قدر الله، يعني ان شاء الله ما يحصلش، بس لو حصل فلا، ده مش معناه ان انت ما تجيش ولا لا، تيجي وتسعى وتقعد وتعمل كل الكلام ده. في واحد بقى ممكن يتجوز، في واحد مش عارف يعمل ايه بقى، يعمل ايه، هي كده اصلا يعني للاسف مش واضح لها اي ملامح من المستقبل يعني في البلاد التانيه. فربنا يرحمنا جميعا ان شاء الله. دي كانت نقطه مهمه جدا. طيب الناس اللي مش عارفه تسافر خالص بقى، انا سامعكم كويس يا جاكسون، احنا اصلا مش عارفين نسافر، نعمل ايه؟ بص، لازم تكون واعي، لان اللي بيسافر ده لازم يكون على الاتليست يعني يستاهل السفر. طيب هو يعني انا عايز اسافر الناس كلها. انا واحد مثلا لو بايديا عايز اسافر الناس كلها، ايا كان ده دارس مش دارس، عامل مش عامل، مع لغه مش مع لغه، عادي. دي حاجه مش من حقي ان انا امنعك فيها. انا شايف كده، انا شايف ان مش من حقي امنعك تقعد فين في العالم. الكره الارضيه دي كلها مش من حقي انا كموظف اقول لك لا ما تروحش. هي الفكره كلها ان انا اديتك فلوس عشان اسافر، فسفرني، مالكش اديني الفيزا. انت الفيزا بتاعتك في البلد بكذا، خد الفلوس اهي، انا عايزها امشي، مالكش دعوه بقى انا رايح سياحه. انا مش شايف ان انت المفروض ترفضني. ولكن ده مش معناه ان احنا بقى نكسر قانون. لا، في قانون. طيب القانون اللي هم حاطينه ده نمشي معاه ازاي؟ رقم واحد، ان انت تطور نفسك بقى لغويا، تشتغل في شركه، تعمل حاجه. طب لو انا عايز اختصر القصه دي كلها، كنت قلت لكم زمان ان في كل حاجه بتخلص في الدنيا كلها بالفلوس للاسف. فلو انت في بلد ما تعرفش مفاتيح الناس دي فين، فحاول تسال بقى. يعني انا كنت بوصل الناس، ولكن خلاص ما بقيتش بعمل ده، علشان الموضوع للاسف يعني مش شايفه ان هو سليم يعني. ولكن الناس موجوده وبتعمل الكلام ده كويس جدا وموجودين. ولو في اي لحظه الدنيا يعني مشيت بطريقه ما، بطريقه ليجل يعني، هقول لكم على طول، اقول لكم تعالوا خدوا الورق اهو، اعملوه وتوكلوا على الله وحاولوا تسافروا. لان في ناس كتيره جدا سافرت وهي اصلا يعني سافرت وقالت ان هي في جامعه وهي مش في جامعه، طلعت مثلا اثبات قيد من جامعه. في ناس كتير جدا اعرفها طلعت بنك اكونت وهي ما عندهاش اصلا فلوس في بنك اكونت. في ناس كتيره جدا اعرفها طلعت ان هي شغاله في شركات اتش ار ليتر، وغيرت المسمى الوظيفي بتاعها في الباسبور والبطاقه، وهي برده مش شغاله في اي حاجه خالص. انا متاسف على الهزه، ولكن الطريق مش متظبط شويه، او المونيتور اللي انا حاطط فيه الموبايل مش برده ملخلخ شويه. ففي حاجات كتير كلها هتخلص يعني. فانت ممكن تدور لو انت مش عايز ايه يعني تتعب شويه.
ولكن انا من رايي ان انت تعبك ده هيفرق معاك جدا، هيفرق معاك في الانترفيو، لان ياما ناس كتير جدا برضه عملت الورق ده كله ودخلت اترفضت، لان هيئتها وطريقتها في الكلام ومعلوماتها لا تسمح باللي مكتوب في الورق بتاعهم، فبيعرفوا ان الكلام ده كله متفبرك. فاهم قصدي؟ فانت اهم حاجه ان انت تمسك في الفرصه، اللي هي لو لا قدر الله مش عارف تجمع ورقك مش حاسس ان انت مؤهل للسفر، وقدمت مثلا واترفضت، فحاول تقدم في الحاجه اللي زي ما قلت لك عليها، ان مثلا فرصه زي كاس العالم، فرصه زي كاس العالم للانديه والكلام ده كله. الحاجات دي كلها مش محتاجه ان انت يبقى عندك خبره شغل ولا خبره عمل ولا كل الكلام ده، مش محتاجه غير ان انت ان شاء الله فقط لا غير تحجز وتعمل كل الكلام ده. فتحجز تيكت يعني وتحجز الماتش بتاعك اللي انت رايح تشوفه بس. فده الفكره كلها. فاسعى، كل ما عليك انك تسعى وتحاول مره واثنين وثلاثه عشان تعرف تسافر. السفر مهم جدا، والسفر هيعلمك كتير جدا وهيفيدك كتير جدا، وكمان يعني لو انت متذبذب نفسيا فهيظبطك. يعني لو واحد مثلا بيحاول ان هو عنده اكتئاب ومش عارف يتعامل مع الدنيا والكلام ده وداخل بقى في مواضيع غريبه، فلا، السفر عامه ايا كان امريكا مش امريكا، اي مكان في البلد فين اللي انت هتروحها فهينفعك جدا. واحده من اهم الاشياء اللي بتطلع اي حد من اي حاجه وحشه هي السفر. فلا، اسعى في انك تاخد الاكسبيرينس دي، واي حد سافر بره هيقول لك الكلام ده، ويقول لك ان السفر في حاجات في السفر مش هتعرفها الا لما تسافر. وانا مش شايف خالص ان الفيديوهات اللي فيها صعبانيات في بان انا السفر الشباب وهسيب اهلي ومثلا صحابي هينسوني واهلي مش عارف ايه والناس مش عارف ايه، لا، انت لما تسافر وتكون بتروح وبترجع عادي جدا هتكتشف ان صحابك للاسف برضو بيتلهوا في حياتهم العمليه واليوميه، وهتلاقي نفسك متغرب جوه التغرب، اصلا هتلاقي نفسك متغرب جوه بلدك عادي جدا. بل بالعكس، انت ممكن حتى لما تبعد عن صحابك وناسك دول اصلا تترفع، يعني ده مش معناه ان انت معلش، فاهم؟ يعني في حاجات كتير جدا نفهمها مع السفر يعني. فمالكش دعوه خالص بالصعبانيات والكلام ده، مالكش دعوه بيها. الناس دي اختارت والناس دي خططت والناس دي عملت علشان تسافر وتعمل حاجه لنفسها، وفي الاخر تيجي تقول لك انا ندمان. لا، لو انت ندمان ما كنتش قعدت 50 سنه بره، كنت قعدت لك 5-6 سنين ومشيت. انت فاهم قصدي؟ فمش هنضحك على بعض، وزي ما قلت لكم يعني ربنا يكون في عوننا جميعا ان شاء الله. وتوكل على الله وسافر مش هتندم ان شاء الله، وربنا يكرمنا جميعا باذن الله. وفي مشروع يعني ان شاء الله حد بيتكلم معايا فيه، لو ربنا اكرم باذن الله هعلن عنه وهبقى سبونسر ليهم كمان عشان اشجعهم، ان هي فعلا حاجه بجد جميله جدا. فربنا يكرمهم ان شاء الله في ان احنا نكون دايما واقفين مع الخير، وان احنا نقدر نساعد الناس على قد ما نقدر يعني. واحنا هنبقى كلنا غالبا، مش انا بس يعني، هيبقى كل الناس اللي في امريكا وكل الناس اللي في نيويورك، حرفيا كل الناس في امريكا. ولكن انا بقول نيويورك عشان انا موجود في نيويورك، فانا هسعى من ناحيتي برضو يعني. فهتبقى مشروعنا كلنا، واحنا اللي هنقدر ننجح ده، لان دي فعلا حاجه هتساعد الناس كلها. فلو ربنا كرم باذن الله يبقى كل واحد فينا عنده نصيب في ان هو ياخد حسنه يديها لغيره، ويساعد غيره في ان هو يلاقي شغل، ويساعد غيره في ان هو يلاقي سكن، ويساعد غيره في ان هو يتواصل مع ناس لو عايز يعمل بيزنس، ويبقى عنده فرصه في ان هو يفتح مشاريع هول سيل والناس تكونتاكت، والمشروع يبقى كبير قوي ان شاء الله. فلو ربنا كرم باذن الله، حتى يعني في ناس كمان في حاجه اسمها عرب سوسايتي موجوده، ممكن تساعد في ان احنا ان شاء الله كلنا نكبر سوا وتبقى حاجه كبيره باذن الله بالنسبه للعرب ان شاء الله. بس فاشوفكم على خير فيديو جديد، وربنا يا رب يكون في عوننا جميعا، ومعانا اخواتنا في فلسطين ان شاء الله، ربنا يبشرهم بالجنه ويبشرهم بارضهم ويرحمهم جميعا ويصبرهم على الاحتلال اللي هم فيه، وينجدهم ان شاء الله ويكرمهم بان هم ينتفضوا ويبقى ترجع لهم ارضهم ان شاء الله. ودعواتنا دايما معاكم في كل صلاه والله العظيم، ولو في حاجه بايدينا نحاول نعملها بنعملها، من بره ومن جوه ومن كل حاجه، ومن دعم ومن كل حاجه والله. ربنا يا رب يجعلكم دايما خير وشرف امه عربيه ان شاء الله للجميع. اشوفكم على خير، وربنا يا رب يكون معاكم. ومتاسف على الهزه دي، انا عارف انا مهزوز كده شويه، ولكن عشان سايق. فاشوفكم على خير يا جماعه باذن الله. صباح الفل، ودعواتكم ليا وللجميع ان شاء الله يكونوا في افضل حال. السلام عليكم.